اللي بشوفه دلوقتي بقى مختلف تماما، العلاقة بتبقى فيها ندية غير طبيعية. الست مش عارفة هي عايز تعمل ايه، ولا الراجل عارف المفروض هو يمشي العلاقة ازاي. المفروض يتناقش مع مراته كل فترة، المفروض ان هو يبتدي يحل معاها المشاكل اول ما بيكون في خلافات. المفروض ان هو لما يكون عنده مشاكل مادية ضغط عليه بشكل من الاشكال يقعد يتكلم معاها ويتناقش معاها، ويحاول ان هو يقول لها ان انا عندي مشكله في كذا او في كذا او في كذا. السلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، ورب كده يكون رمضان كريم وسعيد عليكم كالعاده. النهارده كنت عايز اتكلم في موضوع كده كلفتني شويه من فتره، وهو انتشار حالات الجلطات والازمات القلبيه اللي بنشوفها كتير قوي حوالينا الايام دي. والحقيقه الموضوع ده انا ما بتكلمش عليه كتير، ولكن او ده مش موضوعي اصلا او التوبيك اللي انا ممكن اتكلم فيه، ولكن لفتني قوي انه دوائر كتير قريبه مني لقيتها بتتعرض للموضوع ده بشكل مضطرد جدا. يعني كتير شباب صغيره وناس كبيره، ولكن يعني النسبه الاكثريه دلوقتي اللي بشوفها انه ناس اصغر في السن بقى بيجي لها حالات جلطات. فالموضوع الصراحه ربط معايا في حاجه، انه في الاغلب الموضوع ده بيجي من الضغط النفسي. والضغط النفسي في الاساس في اعتقادي انا بيجي من فكره الفقر او الضغط المادي. والضغط المادي دايما بيجي بمشاكله الكبيرة جدا على أي أسرة. فكنت حابب أكلمكم شوية كده عن شوية أرقام ممكن تقرب لنا الموضوع شوية. وده حصل لما بدأت إن أنا أدور في الأرقام الخاصة بموضوع الجواز والطلاق، وتأثيرها ممكن يكون إيه على الناس، وليه نسب الطلاق بتزيد بالشكل الكبير ده في مصر خصوصا في آخر كام سنة. بص يا سيدي، عدد حالات الطلاق في سنة 2020 وصل لحوالي 222 ألف حالة، وفي سنة 2021 عدد حالات الطلاق زاد بنسبة حوالي 14.5% ووصل ل 254 ألف حالة. أما بقى في سنة 2022 فعدد حالات الطلاق كمل زيادة وصل ل 270 ألف حالة وزاد بنسبة حوالي 6%. تيجي بقى لسنة 2023 وبدأنا نقول الحمد لله عدد حالات الطلاق بدأ يقل ونزل ل 240 ألف حالة بس، يعني نزل حوالي 11%. لكن الحقيقة الكلام ده خلاني أشك شوية، هو ازاي عدد حالات الطلاق يكون بشكل تصاعدي لمدة 3 سنين أو 4 سنين ومرة واحدة يقل 11%؟ فحبيت إن أنا أخش أشوف عدد عقود الجواز الجديدة اللي حصلت في مصر في آخر 3 أو 4 سنين برضه، وده هيفهمنا شوية ليه عدد حالات الطلاق قل في السنة الأخيرة اللي هي سنة 2023. عدد عقود الجواز في سنة 2019 كان حوالي 928 ألف عقد، بينما عدد عقود الجواز في سنة 2020 قل لحوالي 876 ألف عقد، بحوالي نسبة 5.6% أقل. وفضل الرقم ده ثابت تقريبا في سنة 2021 عند حوالي 880 ألف عقد، يعني تقريبا زاد بنسبة نص في المية. أما بقى في سنة 2022 فبدأ عدد عقود الجواز يزيد من تاني وصل ل 929 ألف عقد بنسبة زيادة حوالي 5.5%. نيجي بقى لسنة 2023 واللي نسب الطلاق فيها قلت بشكل كبير، والكلام ده كان منطقي جدا معايا إنه لازم عدد عقود الجواز كمان هو يقل عشان نسب الطلاق تقل. عدد عقود الجواز بحسب موقع تريدنج ايكونومكس في مصر قل من 900 ألف حالة في 2022 لحوالي 600 ألف حالة بس في سنة 2023. يعني بنتكلم على حوالي ماينس 35% أقل في عدد عقود الجواز الجديدة في سنة 2023. وده الحقيقة بيبين لك مصيبة كبيرة جدا في الموضوع ده، وده برضو اللي بيبين لك إن عدد عقود الطلاق اللي حصلت في نفس السنة لما تقل 11% فده رقم منطقي جدا، لأن عدد عقود الجواز نفسها قل حوالي 35.5%. فده بيفسر لنا الموضوع ده. طيب نتكلم شوية بقى ليه عدد عقود الطلاق بيزيد بشكل كبير قوي اكتر بكتير من زياده عدد عقود الجواز. إيه اللي ممكن نفكر فيه في الفتره دي ونربطه بموضوع الجلطات والازمات القلبيه اللي بتصيب الناس والمشاكل اللي بتزيد. دايما عندنا في مصر كان في مجموعه من الامراض كده بتحصل للناس الكبيره، وهي الضغط والسكر وممكن القلب لما تكبر في السن شويه. لكن دلوقتي انا بقيت بشوف ناس صغيره في السن بتبتدي ان هي تعاني من مشاكل كبيره جدا وهي لسه في سن ال40 او ال50، وده بالنسبه لي مش سن كبير. فالحقيقه لما بدات افكر شويه في الموضوع ده بدات اشوف ان الموضوع ناتج من العلاقات المشوهه اللي موجوده في الجواز، اللي هي جايه اصلا من مفاهيم مشوهه عندنا احنا كمصريين. الموضوع ده بالاساس جاي من حته ان الراجل بيتعامل مع الست ان هي شيء تابع ليه، والشيء التابع ليه ده هو دايما بيحاول ان هو يخليه حاجه ضعيفه ومكتومه وملهاش اي كيان. وانا هنا مش بتكلم ان انا يعني هنا انا بدعو لحريه المراه بشكل مطلق، ولا بدعو ان الراجل يكون مثلا ضعيف او سايب العلاقه بشكل مش محكم او مش محدد. لا، انا بتكلم انه الرجاله بتسيب الستات بشكل من الاشكال تكون ضعيفه، وده بيحقق له هو يعني رضا داخلي شويه ان هو يحس ان هو اقوى من الست او احسن منها او ليه افضليه عليها. ولكن هو ما بيفهمش ان ده على المدى الطويل بيعمل لها مصيبه كبيره جدا، ان الراجل اول ما بيتعرض لاي ازمه الست دي ما تبقاش قادره ان هي تكون سند ليه. ولكن نشهد برضو لفكره ان الست المصريه وخصوصا يعني الجيل بتاع اهالينا الستات كانوا اقوياء جدا، وفي ستات شالوا اسر كامله على كتفهم ومشوا بيها.
ف اللي بشوفه دلوقتي بقى مختلف تماما، العلاقة بتبقى فيها ندية غير طبيعية. الست مش عارفة هي عايز تعمل ايه، ولا الراجل عارف المفروض هو يمشي العلاقة ازاي. المفروض يتناقش مع مراته كل فترة، المفروض ان هو يبتدي يحل معاها المشاكل اول ما بيكون في خلافات. المفروض ان هو لما يكون عنده مشاكل مادية ضغط عليه بشكل من الاشكال يقعد يتكلم معاها ويتناقش معاها، ويحاول ان هو يقول لها ان انا عندي مشكلة في كذا او في كذا او في كذا. وده هيحقق له حاجتين: ان هو يدخل الست معاه في المشكلة عشان تكون شريك ليه وتساعده زي ما هي شريكة ليه في الحياة. والطبيعي ان هو طالما اتجوزها المفروض ان هو يكون اتجوزها لسبب ما. اكيد هو ما اتجوزهاش بس عشان خاطر يعني عنده رغبة بس في الجواز، او ان هو عايز يخلف بس. لا، اكيد هو اتجوزها حاجات كتيرة قوي، من ضمنها ان هي تكون سند ليه في المشوار بتاعه. فليه الرجالة دلوقتي لما بيحصل لها مشاكل مادية كتير جدا انا بشوفهم ما بيبقاش قادر ان هو يتواصل مع الست اللي معاه ويقول لها ان انا عندي ازمة في الموضوع الفلاني او الموضوع الفلاني، ومحتاج رأيك، ومحتاج ان احنا يعني نعيد تشكيل الامور بتاعتنا او بيتنا من جديد، بحيث ان الامور تمشي بشكل متناسق شوية مع الوضع الجديد. الكلام ده انا ليه بقوله وهو ممكن يكون كلام اعتيادي جدا؟ لانه في اللحظة زي دي وفي سنين زي دي الضغط المادي بيزيد كتير قوي على الاسر المصرية. فبما ان الرجاله عندنا يعني في جزء من عقليتها او البنى العقلي بتاعها مشوه في انه لا، الراجل ما ينفعش يتعب، الراجل ما ينفعش يتألم، الراجل ما ينفعش يشارك الست. فالموضوع ده بيأثر عليه بشكل مباشر ان هو بيخلق ست ضعيفة. فانا الفتره اللي فاتت الموضوع ده بدأ يخوفني جدا، لان شفت حالات كتيره من الناس بيجي لها جلطات وبتتعب، واحيانا ما بيكونوش قادرين ان هم يشتغلوا من جديد. ولما تيجي تبص للست اللي جنبه تلاقي ان هي عباره عن كيان مشوه. هو الست ملهاش اي قوه فعليه على الارض، ملهاش اي وجود، ملهاش اي فكر. والكلام ده بالاساس حاصل لان الراجل على مدار السنين اختار ان هو يجنب الست ويهمشها. وتلاقي من الناحيه التانيه بقى الكلام ده دايما بيحصل في المجتمعات اللي هي الفقيره، اللي هي بتمثل 60% او 70% من اجمالي العدد في مصر، اجمالي السكان. فطبيعي دي النسبه الاكتر. لما تيجي تبص بقى للطبقات الاغنى تلاقي الموضوع مختلف تماما. اي ست بيكون عندها قدره ماديه بتتعامل الراجل بنديه غير طبيعيه، وما بتحاولش ان هي تفهم دورها، وان المفروض ان هي تكون سكن للراجل ده، المفروض ان هو يكون حمايه ليها. لا، انا عندي القدره الماديه فانا هبتدي ان انا اضغط على الراجل ده وادوس على قد ما اقدر لحد ما اوصله لحاجه من الاتنين: يا اما ان هو يتعامل معايا بشكل هامشي جدا وكل واحد يعيش حياته في جانب مختلف ونبقى كاننا في فندق بس عشان نحافظ على الشكل الاجتماعي، يا اما انه انا اتطلق واعيش حياتي كده ايه بشكل حر، وفي نفس الوقت برضه لو في اطفال بيتظلموا في النص. فالدعوه العامه هنا، ده موضوع، دي رساله عامه. الدعوه العامه هنا ان انت لازم في الفتره اللي جايه لو انت متجوز ما تعملش الاخطاء بتاعت اهالينا، فكره ان انت تسيب الست للتربيه والعيال وبس. لازم الست تشاركك في كل حاجه، لان انت محتاجها عشان خاطر تدبر امورك، عشان تنظم وقتك، عشان خاطر ان انت تفكر في اللي جاي بتاعك، عشان خاطر ان انت تعرفها ان امورك الماديه لو في لحظه معينه مش احسن حاجه، ان انتوا لازم تساعدوا بعض عشان تفكروا في حل قدام. انما لو الامور فضلت ماشيه بنفس النسق كده هنلاقي حالات الطلاق بتزيد اكتر واكتر واكتر. ضيف على ده ان في مصيبه اكتر، انه ارتفاع تكلفه الجواز في مصر هتخلي بعد كده ان عدد حالات الجواز اللي قل بنسبه 30% في سنه 2023 ده او اكتر شويه هيقل اكتر واكتر. وكنا احنا واحنا اطفال كده بيعلمونا جمله يقول لك الاسره نواه المجتمع. فلو انت بتتكلم انه عدد حالات الجواز هيقل بالطريقه دي في مجتمع اكتر من 40% منه شباب، طب الناس دي هتعمل ايه؟ الناس دي محتاجه ان هي تتجوز، محتاجه ان هي تعف في نفسها، محتاجه ان هي تكون اسره عشان خاطر يكون عندهم هدف اكبر يتحركوا من خلاله، ويبتدوا ان هم يشتغلوا على نفسهم ويشتغلوا على يعني على حياتهم، فامورهم تتحسن، الاقتصاديات بتاعتهم تتحسن، فالامور يعني تمشي بشكل ايجابي، يبقى في نمو. الكلام ده لو مش موجود مع حته الفقر بيعمل امراض اجتماعيه مرعبه جدا، بنشوفها احنا كتير، بنشوفها في الجواز العرفي، بنشوفها في الاغتصاب، بنشوفها في الزنا، عدد حالات الزنا، بنشوفها في العنف اللي بيحصل ضد المرأة. فيعني الدعوة هنا ان الناس تكون فاهمة انه مش رفاهية ابدا في اللحظة دي ان انت تعامل مراتك ان هي شيء مهم، ان هي حاجة ان هي شخص مهم في حياتك، زيه زيك بالظبط. تمام، ربنا فضلك عليها في حاجات معينة عشان خاطر انت بتصرف عليها، عشان خاطر انت عندك قدرة اكبر على التحكم في مشاعرك، ولكن هي في الاخر ليها وجود، وليها وجود مهم قوي. هي العمود اللي بتسند عليه لما انت بتقع. وانا شفت حاجات الفتره اللي فاتت خلتني انا شخصيا يعني بعيد التفكير في كل حاجه، حتى لو انا بحاول اخد بالي في الموضوع ده. الست هي رفيق بتاعك، هي نص حياتك وممكن تبقى اكتر في بعض الاحيان. الاولاد اللي هي بتربيهم دول لو هي ست ضعيفه هتربيهم بنفس الضعف اللي هي عليه، هتربيهم بنفس السلبيه. لو انت كنت ضاغط عليها ودايس عليها هي والاولاد، اول ما انت تكبر مش هتلاقي حد يسندك. فحاول تفكر بشكل ايجابي اكتر شويه،
خد الموضوع كده بشكل عام. يمكن لو حبيت ان احنا نتكلم اكتر في الموضوع نتكلم فيه قدام، لانه في تفاصيل كتيره جدا، اسر كتيره جدا بشوفها حواليا تفاصيلها في منتهى الغباء. لكن حاول تفكر لو انت في سني مثلا، بنتكلم في سن الثلاثينات لحد ال 45 او ال 50، حاول تعيد افكارك كده، وحاول ان انت تراجع علاقتك مع بيتك ومع اسرتك بشكل عام. لان انا بشوف ناس كتيره جدا بتتعرض لحالات جلطات وازمات قلبيه بسبب الضغوط الماديه. فما تحملش نفسك فوق طاقتها، في الاخر كل ده قدر جاي من ربنا. انت مش هتعرف يعني تتجنبه، انت بس بتحاول ان انت طول الوقت تاخد بالاسباب، والمطلوب في اللحظه دي ان انت تاخد بالاسباب بافضل شكل ممكن. بس ربنا يوفقكم جميعا ويقربكم من بعض كده دايما، ورمضان كريم. السلام عليكم.